بص بقى يا سيدي، نغمة المؤجلات بدأت بدري جدا جدا عند الزملكاوية، بدأت قبل الميعاد، وده حسب ترتيبهم في جدول الدوري. لو هم في المركز ال 13 يتكلموا على المؤجلات من بدري، لو هم في المركز الثاني او الثالث او الرابع وبينافسوا يسيبوا المؤجلات لاخر الدوري. لكن هم حاليا بدأوا نغمة المؤجلات من بدري، وان الاهلي بيكسب الدوري علشان بيتأجل له ماتشات، الاهلي بيكسب الدوري علشان ما بيلعبش في الدوري بانتظام وبيلعب براحته، ما بيلعبش كل اسبوع او كل اسبوع ماتشين او الكلام اللي بيتقال ده تفكير الزملكاويه ان الاهلي بيكسب الدوري علشان بيتاجل له ماتشات، وده معناه زي ما قلت ان هو فيه تباعد ما بين المباراه والثانيه فما بيلعبش مضغوط. ده فكر الزملكاويه اللي اكتر ناس بتفهم كوره في العالم، رغم ان الزملكاويه طلع منهم لاعب اسمه حمزه المسلوسي وقال التصريح ده، قال ان سبب ان الزمالك يكسب 2 دوري ورا بعض دوري متتالي كان تأجيلات مباريات الأهلي، كان إن الأهلي بيتأجل له مباريات، فطبيعي أو نتيجة لكده كان الأهلي بيلعب المباريات دي في نهاية الموسم بشكل مضغوط. في نهاية الموسم خلي بالك اللي هو في نهاية الموسم في إصابات كتير، في إجهاد كتير، في عامل بدني مش موجود، اللعيبة خلاص استنفذت زي ما بيقولوا، مفيش أي قوة إن أنت تكمل لنهاية الموسم، فبتلعب 5 ماتشات في تقريبا 15-16 يوم، فلازم هتخسر نقاط مع ضغط الفارق ما بين الاهلي والزمالك، فده بيخلي الاهلي يخسر الدوري. ده اللي حصل في الدوري 2021 ودوري 2022 مع اخطاء التحكيم طبعا، لكن فرق النقط اللي كان الزمالك بيكسبه وهو مرتاح مع مؤجلات الاهلي لما الاهلي جه لعب، بعد كده حصل ان الاهلي ما بقاش قادر يجاري الماتشات اللي كل يومين او كل 72 ساعه مباراه، فقرر او الاهلي بدا يخسر نقط، فالزمالك خدت الدوري بالشكل ده. ده كلام الزملكاويه ان الاهلي بيكسب الدوري بسبب المؤجلات، وان السبب الرئيسي في ان الزمالك بيخسر الدوري ان الاهلي مترفه في الدوري، ما بيلعبش، قاعد حاطط رجل على رجل، الفرق كلها بتلعب والاهلي ما بيلعبش، رغم ان الزملكاويه اللي بيتكلموا عن التأجيلات دول لحد دلوقتي في الدوري هم الفريق اللي بعد الاهلي على طول لاعبين 9 مباريات فقط لا غير، رغم ان هم ما بيشاركوش في كاس عالم للانديه ولا في دوري ابطال افريقيا ولا في سوبر ليج ولا في سوبر مصر في الامارات، ما بيشاركوش غير في الدوري وفي الكونفدراليه، ومع ذلك لاعبين 9 مباريات فقط لا غير لحد دلوقتي. والاهلي اللي هم بيتكلموا عنه ان هو ما لعبش في الدوري لعب 6 مباريات، يعني الزمالك لعب اكتر من الاهلي 3 مباريات فقط لا غير في الدوري، وهو ما بيلعبش غير في الدوري وفي الكونفدراليه مع ابو سليم فقط لا غير. نيجي نتكلم على مباريات الاهلي والزمالك ولحد دلوقتي في الموسم. لو جيت تبص على مباريات الاهلي هتلاقي ان الاهلي لعب في الموسم الحالي 6 مباريات في الدوري، لعب في دوري ابطال افريقيا 7 مباريات، 5 في دور المجموعات ومباراتين في الدور التمهيدي، وكده 13 مباراه، لعب في كاس عالم للانديه 3 مباريات، كده 16 مباراه الاهلي بيلعبهم، لعب في السوبر ليج الافريقي اللي محدش يعرف عنه حاجه غير الاهلي، لعب 4 مباريات يعني كده 20 مباراه، لعب في كاس مصر مباراه يبقى 21 مباراه، ولعب في السوبر المصري مباراتين في الامارات يعني 23 مباراه، ولعب السوبر الافريقي مع اتحاد العاصمه الجزائري يبقى كده 24 مباراه الاهلي لعبهم الموسم الحالي. لو جيت تبص بقى على الزمالك وليه الاهلي ما بيلعبش في الدوري والاهلي بيتاجل له ماتشات كتير، والاهلي اصله بيلعب، اللي بيخليه يكسب الدوري ان في تباعد ما بين مبارياته وبعضها والتاجيلات وكلام بتسمعه ما تعرفش بيجي منين من وحي الخيال. شوف الزمالك لعب كم مباراه، هتلاقي ان الزمالك لعب 9 في الدوري، 5 تقريبا او 5 في 6 في الكونفدراليه، 4 في دور المجموعات لحد دلوقتي، ومباراتين في الدور التمهيدي ده لو لعبهم كمان يبقى قول 14 مباراه او 15 مباراه، ومباراه مع بيراميدز في كاس مصر 16 مباراه فقط لا غير الزمالك لعبهم الموسم الحالي، عكس الاهلي اللي لعب 24 مباراه يعني. والزمالك بيتكلم على ان الاهلي بيتاجل له ماتشات والاهلي بيكسب الدوري علشان ما بيلعبش في الدوري وبيتاجل له مباريات، الاهلي بيلعب مباريات كتيره جدا اكتر من الزمالك اللي لعب 9 مباريات في الدوري بس. خلي كلام التاجيلات ده لفريق مثلا لعب 13 مباراه زي انبي زي زد، يتكلم يقول الاهلي ما لعبش غير 6 مباريات والزمالك ما لعبش غير 9 مباريات، لكن تتكلم على الاهلي انه بيتاجل له ماتشات وانت اصلا لاعب 9 ماتشات وما تعرفش انت ما بتلعبش ليه، وانت ما بتشاركش غير في الكاس الكونفدراليه والدوري بس، ما تعرفش انت قاعد كل ده ما بتلعبش في الدوري ليه وانت اصلا ما عندكش بطولات بتشارك فيها، عكس الاهلي اللي بيسافر من قاره لقاره ومن دوله لدوله علشان يلعب في بطوله ويشارك في بطوله عالميه او في بطوله محليه زي بطوله السوبر المصري في الامارات اللي انت ما شاركتش فيها. فالاهلي هتلاقيه
بيشارك في بطولات وهو بيلعب الدوري، ولما بيتأجل له ماتشات دي مش ميزة، عمرها ما كانت ميزة ان المباريات دي بتتأجل، لان المباريات دي تأجيلها بيكون مضغوط بشكل كبير جدا، مواعيدها كلها مضغوطة في نهاية الموسم، في نهاية موسم بعد اكتر من 50 مباراة الفريق بيكون شارك فيهم، اصابات كتير، عامل بدني مش موجود، ذهنيا اللاعيبه مش حاضره عايزه تفصل، فبيكون النتيجه ان الاهلي بيخسر نقاط في اخر الدوري. لو الاهلي بيشارك في الدوري باستمرار صدقني الاهلي هيحسم الدوري من الدور الاول، وانت كزملكاوي هيفضل مركزك في المركز ال 13. والزمالك والزملكاويه واسامه حسن بيتكلموا على تاجيلات، واديني عقل يخلي واحد يقول ان سبب ان الاهلي بيكسب ماتشات المؤجلات والمباريات الكتير اللي بتتاجل للاهلي، رغم ان المباريات ديت سبب تاجيلها ان الاهلي بيشارك في مباريات ثانيه، رغم ان المباريات دي هتتلعب بشكل مضغوط، رغم ان المباريات ديت لو في فريق شادد حيله في الدوري والاهلي بيتاجل له ماتشات يكسب نقاط كتير ويعمل فارق ما بينه وما بين الاهلي ويحط ضغط على الاهلي، لكن كلها فرق على ما تفرج فرق هتنهي في المركز ال 13. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. اتمنى من كل واحد بيشوف الفيديو ده لو لسه اول مره بيشوف قناه تشترك في القناه وتفعل الجرس، سيب لايك وكومنت للفيديو وان شاء الله اوصلك كل جديد.